السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم ونشوف عملنا احلى بسطرمة اقتصادية. مش هتفرقيها خالص خالص عن البسطرمة اللي بتبقى معمولة من عرق اللحمة. معايا هنا المقادير بتاعتي، هحطها كلها على بعضها كده في بولة، واحط عليها معلقتين كبار من الخل، وهدوبهم كده مع بعض. المعلقة دي معلقة كبيرة على قد نص كيلو من اللحمة، من حلبة المطحونة، الحلبة العادية بتاعتنا اللي بتتشرب دي. لو مش عايزة تجيبيها جاهزة من عند العطار، اطحنيها في البيت عادي. أهم حاجة إنها تبقى حلبة صافي، مش مخلوط عليها حلبة محوجة ولا أي حاجة تانية. الحلبة دي اللي هي بتبقى المرة. أنا هنا بحط اللحمة المفرومة معايا في الكبة، وهنزل عليها كل البهارات، وهحط كمان حوالي معلقتين كبار من المية عشان بس ادوب شوية البهارات دول ويدلفوا لي اللحمة، يعني اللحمة تتضرب معايا كويس في الكبة. اللون ده اختياري، لو مش حابة تحطيه ما تحطوش خالص، انا بحطه عشان التصوير بس، لكن من غيره مش فارقة خالص خالص. بصي انا كده خلصت البسطرمة بتاعتي، خلصتها خلاص في ثواني، كانت خلصت والله، ما خدت مني وقت خالص. هبتدي ارصها في كيس. آم، انا هجيب الكيس وامسح فيه بنقطة زيت، بس حاجة بسيطة كده علشان خاطر اللحمة تجري معايا وانا بفردها جوه الكيس. قسمتها على اتنين، كل واحدة في كيس لان انا عايزاها رفيعة قدر الامكان. افرديها، بططيها بايدك، افرديها بنشابة، اي حاجة يعني مش هتفرق خالص. المهم ان انتي تفرديها الفرد كويس، ده لو بايديكي هتتفرد عادي خالص. اهم حاجة بس احنا بنسويها علشان الشكل، وعشان لما تتقطع معانا تبقى عبارة عن مكعبات صغيرة كده. انتي بقى لما تيجي تقصيها، قصيها مكعبات، قصيها مثلثات، الشكل اللي يعجبك اعمليه، مش هتفرق خالص. وهجيب سكينة. ده ظهر السكينة مش وشها، بصي يعني لو وشها هتقطع الكيس. ظهر السكينة، وهتبتدي تعملي مربعات، مثلثات، اي اشكال تعجبك، مش هتفرق خالص. ليه بقى ده؟ علشان خاطر لما يتلج في الفريزر تقدري بمنتهى السهولة تكسري المربعات دي، وممكن تطبقيها كده لو ما عندكيش مكان واسع في الفريزر، طبقيها كده وحطيها برضو، مش هيجرى لها اي حاجة. المهم ان انت تبقي عاملة الخطوط دي علشان تبقى سهلة في التقطيع بعد ما تسقع. قبل ما تحطيها في الطاسة طبعا وتعملي بيها بيض بقى، تحطيها على بيتزا، تحطيها على اي حاجة، بتطلعيها بقى وهي متلجة بتكسري منها وتطلعي. وانا هعمل في فيديو ان شاء الله بعد ده هقلي بيض بالبسطرمة، وهوريكي ازاي بطلعها من الكيس بمنتهى السهولة بسبب الحركة البسيطة اللي احنا عملناها بالسكينة دي. ظهر السكينة، وبتبتدي تقطعي كده مربعات صغيرة، بس هي كده انت قسمتيها فبتطلع معاكي بسهولة. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.